السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بقى نكلمكم عن كل مادة بالتفصيل، طريقة مذاكرتها، المدرسين اللي بنرشحهم، الكتب اللي بنرشحها، وطبعا هنبدأ بأهم وأكبر مادة لازم كلنا نهتم بيها هي العربي. طبعا في مدرسين كتير قوي كويسين اونلاين زي مستر رضا الفاروق، مستر محمد صلاح، مستر وليد محسن. بس احنا النهارده هنكلمكم عن تجربتنا مع مستر رضا الفاروق. مستر رضا الفاروق صراحة من أجمل وأشطر المدرسين اللي اشتركنا معاهم ثانوية عامة من حيث النظام وكل حاجة، ودلوقتي هنكلمكم بالتفصيل. اول حاجه النظام. بتنزل محاضره كل اسبوع. اول حاجه يبقى في امتحان افتتاحي لازم تعدي عشان تدخل المحاضره. المحاضره بتبقى متقسمه الفروع بتاعتها بقى وعلى حسب عدد الفيديوهات، وفي الاخر في واجب برضو بيبقى بينزل له فيديو عشان الحل على اليوتيوب، وبرضو بيبقى في بوكلت ليه اصلا على الواجبات بس بتاعت المحاضرات كلها. صراحة أنا شايفة حوار الامتحان الافتتاحي ده يعني حاجة جميلة قوي أصلا، ميزة في المنصة، لأن هي كانت بتخليني اللي هو المنهج في دماغي على طول، وخاصة النحو. لا، أنا بحس إن أنا مع كل محاضرة بلاقيني بحل على اللي فات، فبالتالي ده كانت بالنسبة لي حاجة جميلة إن أنا مش بنسى بسرعة. بالنسبة بقى لتيم الأسئلة، فمستر رضا فاروق عنده تيم مخصص للأسئلة، بجد من أشطر التيم العلمي اللي أنا اتعاملت معاهم. ويعني انا اصلا يعني عايزه اقول ان هم السبب الاول بعد توفيق ربنا ان اصلا وصلت لحلمي او ان وصلت لهنا. بجد دعموني نفسيا كتير قوي، يعني خاصه مستر هشام ومستر عبيده ومستر صلاح. انا يعني ممتنه ليهم جدا جدا لانهم يعني سبب كبير قوي في اللي انا وصلت له. وبجد اشطر تيم علمي اتعاملت معاه. وطبعا برضو في السنة اللي فاتت بدأ يكون برضو في تيم دعم نفسي، ودي حاجة جميلة جدا برضو ان هي متابعة الطالب وهكذا، ودي برضو كانت حاجة جديدة السنة اللي فاتت. دلوقتي بقى نتكلم عن الكتب. كتب مستر رضا الفاروق توب التوب بصراحة، كشرح وكأسئلة، وهي أصلا الشرح منظم جدا، والأسئلة برضو مليانة ما شاء الله، فهي أصلا يعني هي تكفيك جدا جدا جدا. واحنا بصراحة ما كناش أصلا جايبين معاها كتب تانية، ولكن انتوا متشابه من عندكم الفرنساوي وبرضو الجيولوجيا من نصها وأكتر كمان. فانت عندك وقت ان انت تحل اكتر زيادة، فانت ممكن تزود كتاب. طبعا احنا مش هنقدر نقول لكم كتاب بعينه لان الكتب بتتغير برضو مع السنين وكده. انت ممكن لما تبدا تسال التيم عن احسن كتاب مثلا السنه دي وهم يقولوا لك عليه. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نتكلم عن كل فرع ازاي نذاكره، وايه الطريقة الأحسن، وايه المشكلة اللي ممكن تقابلنا في الجزئية دي عشان نقدر نحلها. اول حاجه نتكلم عن النحو. النحو دي اكتر فرع في العربي مضمون، لانه عباره عن قواعد تمشي عليها عشان تحل الاسئله، فحاول تضمنه على قد ما تقدر. فاول حاجه لازم تكون فاهمه كويس جدا، سواء بقى سنتر او اونلاين، فانت تكون فاهمه. ما فهمتوش من المدرس ده تشوفه من المدرس ده وهكذا. تاني حاجه تطبق عليه كتير، وحاول كل اسبوع يكون في يعني تحل تراكمي على اللي فات كله علشان يفضل في دماغك ما تنساهوش بسرعه. بالنسبة بقى للنصوص والقراءة المتحررة، فأنا صراحة يعني دي كانت أكتر حاجة شايفاها عائق في العربي، لأن يعني بحسها فهم أكتر ما هي طبعا حفظ بقى، لأن بيبقى فيها برضو خدوا بالكم أسئلة أدبية في النص وكده. أنا قصدي النص بشكل عام لا، ده محتاج فهم بصراحة. فده محتاج منكم تشوفوا المدرس بيحل ازاي، او يعني ايه الطريقة اللي بيحل بيها. تمام، وهي برضو مش هتيجي غير بكده، وطبعا انك تحل كتير قوي. يعني انا مثلا كنت مع مستر ده الفاروق صراحه ما كانش بيعدي اسبوع غير لما اكون حله مثلا ثلاثه متحرر. فدي كانت حاجه كويسه جدا، وخلتني مع الوقت احس فعلا بفرق في الحل، وان درجاتي بتتحسن فيها. فانت سواء لو كنت مع مدرس بيحل او مش بيحل كتير، يعني يا اما لا تاخد مع مدرس من اولها بيحل كتير، او انك تحل مع نفسك على الاقل 3 في الاسبوع. بعد كده نتكلم عن الادب. الادب اكتر فرع طبعا محتاج حفظ، ولكن مش حفظ بس برضو، يعني هو في فهم وجزء حفظ. فانت لازم تكون يعني فاهم المدرسة كده، مثلا العموم بتتكلم عن ايه وهكذا، وتحفظ برضو السمات، لان في اسئلة بتبقى اصلا بعيدا خالص عن النص المتحرر وكده، بتيجي تسألك في صفة معينة مش كفهم خالص للنص يعني. بالنسبة بقى للأدب برضو عايزة أقول حاجة، يعني الناس اللي هي عندها مشكلة في الحفظ زي أنا ما بعرفش أحفظ صراحة، يعني أنا واحدة بتحب الفهم بس. فأنا هقول لكم مش يعني إيه حل الطريقة دي. بصوا يا شباب، الطريقة دي طبعًا للناس اللي هي يعني بتواجه مشكلة في الحفظ، لإني أنا فضلت فترة طويلة أنا مش عارفة أحفظ أدب، مش عارفة. بس صراحة يعني كان مستر رضا فاروق كان مميز في حيث إن هو كان بيكرر كتير أوي، فكان في حاجات كنت باحفظها من الحصة نفسها، لكن أنا مع نفسي لأ، كنت باواجه صعوبة جدًا في الحفظ. فمستر هشام يعني من team مستر رضا فاروق قال لي على الطريقة دي، إن أنا أكتب بإيدي
فاللي عنده مشكله يكتب بايده ويحاول يلخص ويشيل الكلام اللي هو ملوش لازمه، يعني مش تكتب كل حاجه والا كنت ذاكر من الكتاب احسن بقى. تمام، لا شيل الكلام كده اللي هو يعني تكرار بس كده، واكتب بقى ايه، بصوا زي كده مثلا دي المدرسه الواقعيه، يعني كلام يعني مختصر خالص، وفي نفس الوقت يعتبر هو اصلا كل المعلومات، يعني ما فيش اكتر من كده في المدرسه دي، انا بس شلت الكلام اللي ملوش لازمه اهو. تيجي مثلا ايه تلاقي مثلا درس زي المسرحيه، تلاقيه اكتر من 10 صفحات، فانا مثلا عملته في 5 صفحات بس، فده بيخليني اللي هو لا متحمسه ان انا اذاكر والموضوع بيكون سهل اكتر وشكله احسن، فبيشجعني ان انا احفظ. بس فده مثلا حاجه زي المسرحيه، وطبعا هنزل لكم يعني ايه كل التلخيص اللي انا عاملاه ده، يمكن يفيدكم يعني. بس ده طبعا للناس بس اللي هي بتواجه مشكله في الحفظ، انما لو انت شخص بقى بتعرف تحفظ وكل حاجه ومفيش مشكله في الكلام ده، فلا ذاكر من الكتاب عادي، ما تضيعش وقتك في الكتابه. بعد كده البلاغة. هي برضو بيبقى منهج صغير كده في الأول، بتاخده في أول المنهج يعني. وهو أصلا عبارة عن يعني أنت هتاخده بالحل، يعني هو بيجي بقى في نص النصوص وكده. يعني هو أنت بس بتاخد منهج كده بسيط في الأول، وبعد كده بيجي مع الحل يعني بيبقى كويس. القصة برضو بتبقى يعني أهم حاجة فيها إن أنت تسمع الشرح، وبعد كده تقرأ الفصل يعني من الكتاب وتحل عليه. هي بس محتاجة إن أنت تكون عارف اللي هو الأحداث. مش لازم تحفظ بالنص طبعا، هو بس كأحداث عامة كده تكون عارفها وخلاص. وهي يعني مش هيبقى معضلة بالنسبة لك أوي، يعني هي بتبقى فرع خفيف كده وكويس. بالنسبة بقى للتعبير، فالتعبير في ناس بالنسبة لها ما فيهوش مشكلة خالص وهم هيحلوا، بس أهم حاجة يا جماعة ما تهملوش التعبير، لأن التعبير درجته مضمونة، يعني 4 درجات، يعني مش درجات قليلة، وانتوا عارفين ان الدرجة بتفرق في ثانوية عامة، فاحنا ما نهملهوش. هنبدأه دلوقتي؟ لا مش دلوقتي خالص، يعني احنا بدأناه أصلا في قبل المراجعات بحاجة بسيطة، فعادي خالص مش دلوقتي. تمام، لكن ما تهملهوش بقى طول السنة وتيجي تفتحوا لي ليلة الامتحان. تمام. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش، طبعا هنسمع المدرس عادي بيشرح ازاي هيبقى عندكم بقى كلمه افتتاحيه، كلمه ختاميه، وحاجات يعني جديده في ثانويه عامه، بس باذن الله هي يعني سهله وبسيطه، بس هتواجه بس الناس اللي مش بتعرف تكتب اصلا زيي. يعني انا مثلا كانت اكتر حاجه ما بحبهاش في العربي في اولى وثانيه ثانوي يعني التعبير، ما كنتش بعرف اكتب، فالحمد لله بمساعده التيم يعني قدرت ان انا لا بتعلم مع كل موضوع، كل موضوع اعرف ايه الاحسن اكتب ايه وهكذا، ومع كتر الكتابة وكتر الأسئلة بقيتني لأ أنا داخلة ضمن التعبير بجد، فهي مش هتيجي غير بكتر الحل والتدريب بس. ونصيحة للناس اللي تاخد مع مستر رضا الفاروق، هننظم لكم بس كده نظام سريعا عشان ترتبوا وقتكم في المحاضرة. هي المحاضرة ممكن تقسموها مثلا على 4 أيام. أول 3 تقسموا فيها عدد الفيديوهات، طبعا كل فيديو تذاكر بعده، وبعد ما تذاكر هتحل الجزئية اللي عليه، وبعد كده هتشوف فيديو الحل بتاعه. ورابع يوم تقوم رايح حلل الواجب وتشوف الفيديو الحل بتاعه. يا جماعة ما تنسوش تشوفوا الحل، يعني انت ماشي، انت حليت الامتحان الواجب، بعد ما حليته شفت اخطاء، في بقى حاجات واقفه لك ومش عارف، لازم تشوف الفيديو بتاعها، ما تكسلش او تسيبها وخلاص انت كده ما استفدتش حاجه. انت بتحل تشوف اخطائك، فده الاستفاده اصلا. ونأكد على حتة لازم انت تحل قبل ما تشوف الفيديو، ما تسمعش الفيديو بتاعه خلاص، لان كده ولا كأنك عملت حاجة، لازم انت تحل بنفسك وبعدها تشوف فيديو الحل. تمام. وبإذن الله يعني العربي مادة يعني على قد ما هي أيوة تقيلة ومليانة، بس هي مادة لذيذة كده وهتحب أصلا إنك تذاكرها، بس ذاكرها صح من الأول وحل فيها كتير. أتمنى نكون فدناكم في الفيديو ده، السلام والسلام عليكم عليكم ورحمه ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته.